في ناس كتير بعد عملية التسدي بيسألوني هو إيه السفنج اللي أنت حاطه ده؟ وإيه وظيفته؟ أولاً قطعة السفنج اللي بتتحط دي اسمها الفوم الطبي. طيب هو الفوم الطبي ده مصنوع من إيه؟ وبيسبب حساسية ولا لأ؟ الفوم ده بيتصنع من مادة اسمها البوليوريثين، بيدخل طبعًا في استخدامات طبية كتير، وطبعًا مش بيسبب أي نوع من الحساسية نهائيًا. إيه فايدته في التسدي؟ هو بيتحط في التسدي بس ولا لأ؟ فايدة الفوم هو إنه بيعمل ضغط متساوي على الصدر أو أي منطقة اتعمل فيها شفط، وده بيخلي المنطقة دي مفرودة ومتساوية، مفيش فيها أي كسرات، بيقلل ترهلها، وبالإضافة لكده بيشكل الجلد على العضلات اللي تحت منه بحيث يخلي الشكل أفضل بكتير. طيب في حاجة تاني؟ الفوم بيساعد على تقليل السوائل اللي ممكن تتجمع بعد العملية، كمان بيقلل الكدمات، ولو حصلت بيخليها تروح في أسرع وقت. الفوم بيتلبس مدة بتوصل لشهر، وأنا شخصيًا شُفت نتايج أفضل مع الفوم لو اتلبس فترة أكتر من كده. طيب هو أنا لو داخل آخد shower ممكن آخد shower بالفوم؟ الشركة اللي صنّعت الفوم بتقول ممكن، لكن الأفضل إنك تخلعه قبل الشاور طبعًا. وآخر حاجة، الفوم بيتحط تحت الكرسي أو المشد في المنطقة اللي اتعمل فيها الشفط، ومش بيكون ظاهر تحت الهدوم، وأنا باشوفه من الحاجات الضرورية جدًا بعد العملية. وده كل اللي محتاجين نعرفه عن الفوم. وفي النهاية لو أي حد عنده استفسار أو تعليق يبعتلي وهجاوبه عليه في أسرع وقت. وشكرا.